السلام عليكم. النهاردة هنقدم لكم ملخص فيلم هجوم كوكب القردة الجزء الأول. بيبتدي الفيلم بمجموعة من الصيادين في الغابة بيصطادوا قرود وبيبيعوهم لمراكز الأبحاث علشان يتعمل عليهم تجارب. وفي واحد من مراكز الأبحاث الكبيرة بيحقنوا القرود بمادة بتزود الذكاء عندهم. بيعملوا كده علشان لو نجح العلاج ده على القرود هيبدأوا يعالجوا بيه البشر. بيظهر الدكتور ويل وهو بيشرف على القرود وبيشوف واحدة من القرود وهي بتحل اختبار صعب جدا في أقل من دقيقة، وبيعرف إن العلاج الجديد نجح. فبيروح لمدير الشركة ستيفن وبيعرفه إن العلاج جاب نتيجة على القرود وجاهزين علشان يجربوه على البشر. وبيعملوا اجتماع مع المستثمرين في الشركة علشان يعلنوا فيه عن العلاج الجديد. وبيوقف الدكتور ويل وبيقول لهم إن العلاج ده بيزود نسبة الذكاء وبيجدد خلايا المخ، وإنه لو اتطبق على البشر هيعالج مرض الزهايمر. وبيكون الدكتور ويل هو اللي اخترع العلاج ده. لكن أثناء الاجتماع بتكون القردة اللي اتعمل عليها التجربة هايجة جدا وبتحاول تهرب من المركز، وبتخش عليهم الاجتماع وبيضطر واحد من الحراس إنه يضربها بالنار. وبيكون ويل مستغرب جدا من تصرف القردة بالشكل ده. وطبعا بعد اللي حصل ده بيعرف ستيفن إن المستثمرين هيسحبوا فلوسهم من المركز، وبيقول لواحد من الدكاترة في المركز إنه يوقف تجربة العلاج الجديد ويقتل كل القرود اللي في المركز. وبيروح الدكتور ويل للمكان اللي كانت قاعدة فيه القردة وبيعرف إنها كانت حامل وخلفت، وإنها كانت بتهاجم الحراس والناس في المركز علشان كانت خايفة على ابنها. وبيقرر ويل إن هو ياخد القرد الصغير معاه على البيت ويربيه علشان لو سابه في المركز هيقتلوه. ولما بيروح البيت بيقعد ويل مع أبوه تشارلز، وبيكون تشارلز عيان بمرض الزهايمر. علشان كده ويل كان مصمم على إنه يكمل مشروع العلاج بتاعه علشان يعالج بيه والده. وبيفرح تشارلز جدا بالقرد الجديد وبيقرروا إنهم يسموه سيزر. وأثناء تربيتهم لسيزر بيشوفوا إنه بيتصرف بذكاء عالي جدا. بيكون سيزر ورث جينات الذكاء من أمه، وبعد 3 سنين بيعلموا ويل لغة الكلام بالإشارة. كل ما سيزر بيكبر كان بيزيد معدل الذكاء عنده، وبيكون ويل مستمر في تجربة الأبحاث والأدوية عليه. وفي الفترة دي كانت حالة تشارلز بتتدهور بسبب مرض الزهايمر وبينسى حاجات كتير جدا. فبيقرر ويل إن هو يديله حقنة من العلاج الجديد. وفعلا بيشوف ويل تاني يوم إن العلاج جاب نتيجة كويسة مع والده وحالته اتحسنت. وبعدها بيخش ويل أوضة سيزر، لكن سيزر ما بيكونش موجود. فبينزل يدور عليه وبيسمع صوته وهو بيصرخ عند الجيران، وبيلاقي واحد من الجيران قاعد بيضرب فيه. فبياخده ويل منه وبيلاحظ إن سيزر متعور. فبياخده عند دكتورة بيطرية اسمها كارولين، وبتكون كارولين معجبة جدا بذكاء القرد سيزر وطريقة تعامله بالإشارة مع ويل. وبتروح معاهم البيت وبتشوف أوضة سيزر، وبتقترح على ويل إنهم ياخدوا سيزر في جولة للغابة علشان يتعود على الأماكن الطبيعية والمفتوحة. ولما بيوصلوا هناك بيمد سيزر ايده لويل علشان ياخد منه الإذن إن هو يروح يلعب شوية. وبعدها سيزر بيتسلق على الأشجار وبيكون مبسوط جدا. وبعد 5 سنين بيكبر سيزر. بيكون في مرة وهم بيتفسحوا بيشوف كلب مربوط بنفس السلسلة اللي هو مربوط بيها. فبيسأل ويل وبيقول له: أنت بتعتبرني صديقك ولا أنا بالنسبة لك مجرد حيوان أليف؟ وكمان بيسأله وكان عايز يعرف منه مكان عيلته. فبياخده ويل قدام مركز الأبحاث اللي اتولد فيه وبيحكي له حكاية أمه وإزاي هي ماتت. وبيقول له إن هو من ساعتها بيعتبره صاحبه الوحيد. ولما بيرجعوا البيت بيلاحظوا إن حالة تشارلز ابتدت تسوء تاني، لدرجة إنه في مرة خرج من البيت وركب عربية واحد من الجيران على إنها عربيته وما كانش عارف يسوقها، وفضل يخبط فيها. وبيجي صاحب العربية ينزله منها وبيفضل يزعق له وبيهدده إن هو هيطلب له الشرطة. واللحظة دي كان سيزر واقف وشايف الراجل وهو بيهدد تشارلز، بيكون مفكر ان الراجل هيضرب تشارلز. فبينزل بسرعة وبيهجم على الراجل وبيعضه من صباعه. تيجي الشرطة وبتاخد سيزر وبيحطوه في مركز لرعاية الحيوانات، ملجأ يعني، علشان شايفينه خطر على الناس اللي حواليه. فبيجيله ويل وكالورين وبيهدوه وبيقولوا له انهم مش هيسيبوه هنا كتير وهيقلبوا الدنيا علشان يرجعوه البيت تاني. وبيمشوا بعدها وبيكون سيزر غضبان جدا، وبيكون في صوت بينادي على سيزر، وبيفضل سيزر ماشي ورا الصوت
لحد ما في الآخر بيخش الزنزانة وبيقفلوا عليه، وبيكون في واحد اسمه دوج هو اللي حبسه. وقعد دوج يتريق على سيزر ويضحك عليه، وبيكون ويل بيحاول بأي طريقة إنه يعمل قضية علشان يخرج بيها سيزر من الملجأ اللي هو فيه. لكن الموظفة بتقوله إنه لازم يستنى على الأقل 3 شهور علشان يعرف يعمل استئناف ويخرجه، لأنهم في الفترة دي هيعلموا سيزر إزاي يتعامل مع البشر. وبيروح ويل للبيت فبيلاقي حالة أبوه سيئة جدا، وإن جسمه ما بقاش يتقبل العلاج، وإنه محتاج لعلاج أقوى من اللي هو أخده. فبيروح بعدها ويل لستيفن صاحب المركز وبيعرفه إن العلاج نجح مع والده، لكن جسمه بعد فترة كون كائنات مناعية بتهاجم مفعول العلاج، وبيعرفه إن هو محتاج يشتغل ويعمل دواء أقوى منه ويجربه على القرود اللي في المركز. فبيسمح له ستيفن إن هو يبتدي شغل على الدواء الجديد جوه المركز ويخليه يجربه على القرود. وفي جمعية الحيوانات بيبقى دوج بيقدم لسيزر الأكل، لكن سيزر ما بيبقاش عاجبه الأكل وبيرميه في وش دوج، ودوج بيتعصب جدا وبيجيب خرطوم المية وبيفضل يرش سيزر بالمية لحد ما سيزر تعب ونام على الأرض. وبعدها شاف تباشيرة في الأرض فبدأ يرسم الشباك بتاعت أوضته على الحيطة اللي كان في بيت ويل، وبيبان قد إيه هو حزين وعايز يرجع البيت. وبنشوف ويل في المختبر بيعمل التجارب بتاعته على قرد اسمه كوبا وبيديله العلاج عن طريق التنفس. وبيكون سيزر بيحاول يلعب مع القرود اللي معاه، لكن بتكون القرود اللي حواليه شايفينه مختلف عنهم علشان الهدوم اللي هو لابسها. وبيجيله قرد اسمه روكيت وبيفضل يقطع له الهدوم اللي هو لابسها وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيجي دوج وبيضرب عليهم طلقات مخدرة بتفقدهم الوعي. وبعد شوية بيفوق وبيلاقي نفسه في القفص، وبيلاقي قدامه في قفص تاني قرد ضخم بيعرف يتكلم بلغة الإشارة، وبيعرفه إن اسمه موريس، وبيقول له إنه اتعلم لغة الإشارة دي في السيرك اللي هو كان شغال فيه. وبيطلب من سيزر إنه ما يبينش ذكائه ده كتير لأن البشر هنا ما بيحبوش القرود الذكية. وتاني يوم بيروح ويل لسيزر وبيشوف الحالة اللي هو فيها وبيوعده إن هو هيرجعه البيت قريب، وبيسيبه وبيمشي. فبيتعصب سيزر جدا وبيمسح الرسمة بتاعة الشباك اللي هو كان راسمها بعد ما فقد الأمل إن هو هيخرج من هنا. وفي نفس اليوم بيكون دوج جايب أصحابه بالليل وبيفرجهم على القرود، وبيشوف سيزر إن في واحد من أصحاب دوج كان معاه سكينة فبيشاور له بإيده علشان يجيله، وبيقرب منه الشخص ده وبيفضل يتريق عليه. وفجأة بيشده سيزر وبيسرق منه السكينة من غير ما يحس. وبعد شوية بيفتح سيزر باب القفص وبيروح يفتح لغوريلا ضخمة جدا كانت بتبقى محبوسة دايما، وبيصحي القرد روكيت اللي كان اتخانق معاه وبيفضل يضرب فيه لحد ما روكيت بيستسلم وبيطلب من سيزر العفو. وبيبقى سيزر هو الزعيم الجديد للمكان، وبيروح ويل لأبوه بالليل علشان يديله العلاج الجديد، لكن أبوه بيرفض ياخد العلاج وبيقوله إن خلاص مفيش فايدة. وفعلا بعدها بيموت تشارلز، وبيروح ويل المركز وبيطلب من ستيفن المدير إن هو يتخلص من الدواء الجديد ده لأنه ليه أعراض جانبية وممكن تموت القرود. لكن ستيفن بيقوله إن العلاج جاب نتيجة مع القرد كوبا، وإنه ما بانش على القرد أي أعراض جانبية، بالعكس ده حالته اتحسنت يوم بعد يوم. وبيقتنع ويل بكلامه وبيروح لمدير جمعية الحيوانات وبيديله مبلغ علشان يخرج سيزر من الملجأ، وبيوافق المدير. ولما بيدخلوا لسيزر وبيفتحوا له الباب بيتفاجئ ويل إن سيزر مش عايز يخرج، وبيقفل الباب بتاع القفص تاني. وبعدها بشوية بيخرج سيزر من القفص وبيوزع بسكوت على القرود اللي في المكان علشان يحبوه ويسمعوا كلامه. ولما بيخرجوا القرود لساحة المكان بيقعد سيزر مع القرد موريس وبيكلمه بالإشارة، وبيبقى موريس عايز يعرف منه هو بيخطط لإيه بالظبط. فبيقول له سيزر إن هو عايز كل القرود يتحدوا ويبقوا قوة واحدة مع بعض، لأنه طول ما كل قرد لوحده بيبقى ضعيف، لكن لو اتحدوا مع بعض محدش هيقدر عليهم. فبيقول له موريس إن معظم القرود غبية جدا وما بيفكروش، وساعتها بتيجي فكرة لسيزر إن هو يدي العلاج اللي اخترعه ويل لكل القرود اللي في المكان علشان يبقوا أذكياء زيه ويقدر يهربهم من هنا. وفعلا بيروح لبيت ويل وبيعرف إن ويل طور العلاج من سائل لغاز، فبياخد العلاج وبيرجع الملجأ وبيفتح العلاج وبيخلي كل القرود يشموه. وتاني يوم بيشوف سيزر إن عيون القرود بدأت لونها تتغير، وبيعرف إن العلاج اشتغل معاهم وبدأ يجمعهم ويقول لهم على خطة الهروب من الملجأ. وبعدها بيرجع كل القرود لأماكنهم ما عدا سيزر، بيفضل واقف في نص الساحة لحد ما بيجيله دوج وبيكون معاه صاعق كهربائي وبيطلب من سيزر إن هو يرجع مكانه
القفص، وبيكون في حارس تاني مع دوج واقف في المكان وماسك بندقية ومصوب على سيزر، وبيبدأ دوج يكهرب سيزر، لكن سيزر بيمسك ايديه وبيتفاجئ دوج بسيزر وهو بيتكلم وبيقول له نو، وبيضربه سيزر وبياخده للقفص وبيقفل عليه. وبيكون الحارس التاني مستغرب جدا من اللي حصل، وبعدها بيروح سيزر يفتح لكل القرود اللي في المكان علشان يهربهم، وبيفتح دوج القفص وبيروح دوج لسيزر وبيمسك الصاعق تاني وبيهدد سيزر، لكن سيزر بيرشه بالمية وهو مشغل الصاعق، فبيموت دوج متكهرب. وبيأمر سيزر كل القرود يخرجوا من الملجأ ويروحوا على المركز اللي شغال فيه ويل علشان يحرروا بقية القرود اللي هناك اللي بيتعمل عليهم تجارب. ولما بيشوف ويل إن العلاج بتاعه مش موجود في البيت، بيروح للملجأ وبيشوف الحارس اللي شغال في المكان، وبيعرفه الحارس إن القرد بتاعه بقى بيتكلم وحكاله على كل اللي حصل. وفي نفس الوقت بيوصل ستيفن لشركته وبيلاقيها متبهدلة جدا، وبيشوف كل القرود محاصراه من كل حتة، فبيجري بسرعة ويركب الطيارة بتاعته وبيهرب. وبيروحوا القرود لجنينة الحيوانات وبيهربوا كل القرود اللي فيها، وبيعملوا فوضى في كل شوارع المدينة، وبيوجههم سيزر إن هم يروحوا على الجسر اللي بيوصل المدينة بالغابة. وفعلا بيوصلوا للجسر، لكن الشرطة بتكون محاصرة الجسر من كل مكان ومستعدين علشان يخلصوا على كل القرود. لكن سيزر بيكون عنده خطة، وبيخلي مجموعة من القرود تطلع فوق الجسر ومجموعة تانية تتحرك وتنزل من تحت الجسر علشان يشتتوا الشرطة ويحوطوهم. وبيشتبك القرود مع الشرطة، وبتنجح خطة سيزر إنهم يشتتوا الشرطة. وبيكون في قرد ضخم بيقدر يوقع واحد من الشرطة من فوق الحصان بتاعه، وكان لسه هيموته، لكن سيزر بيزعق فيه ويمنعه لأنه مش عايز يقتل حد. وبيركب سيزر الحصان وبيهجم بيه على الشرطة، وبيهرب كل رجالة الشرطة من المكان. وفي الوقت ده بتوصل الطيارة اللي فيها ستيفن، وبيكون فيها واحد من الشرطة معاه رشاش، وبيطلب منه ستيفن إن هو يقتل سيزر لأن هو الزعيم بتاعهم واللي بيوجههم. وبيبتدي الشرطي يضرب نار على سيزر، لكن القرد الضخم بيزق سيزر وبيفاديه وبيتصاب بالرصاص، لكنه بعدها بينط من على الجسر جوه الطيارة وبيقدر إن هو يوقعها على الجسر. بيفضل ستيفن يترجى سيزر إن هو ما يقتلوش، لكن سيزر بيبعد عنه. وبيجي القرد كوبا اللي كان ستيفن بيعمل عليه تجارب في المعمل وبيعذبه، وبيزق الطيارة ويوقعها في المية. وبيوصل فعلا القرود للغابة، وفي نفس الوقت بيوصل كمان ويل للغابة، وبيفضل ينادي على سيزر. وبيجيله القرد كوبا وبيهجم عليه وبيبقى عايز يقتله، لكن سيزر بيجي ويزقه وبيهدده انه ما يلمسهوش. وبيقول ويل لسيزر ان الشرطة مش هتسيبه، وبيطلب منه انه يرجع معاه البيت تاني وهو هيقدر يحميه. لكن سيزر بيقرب منه ويقول له في ودانه ان الغابة هي بيته. وبيستغرب ويل جدا من ان سيزر بيتكلم لانه ما كانش مصدق الحارس اللي في الملجأ. بيطلب سيزر من ويل ان هو يروح، وبعدها بيطلب من كل القرود ان هم يتسلقوا الاشجار في مكانهم الجديد. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. لو عجبك الملخص ما تنساش لايك واشتراك علشان نستمر. سلام.